يعني تيصور موان دارجون من المتر مكعب ديما في الانتاج الماشيه. بالنسبه للانتاج الحليب بوحدو، الا هضرنا غير على الانتاج الحليب، المياه المستعمله في انتاج الحليب كما قلنا الاغلبيه هي مياه الامطار او مياه افتراضيه. غنلقاو مياه الامطار اقل ومياه افتراضيه اكثر. غالبا غيكون هذا عند ناس ديال البور اللي عندهم واحد العدد ديال الاغنام ولا الابقار بواحد العدد. الناس ديال السقا في التالي ديال التتبع لاحظنا انهم تيعطيو حيت كيسقيو، وحيت كيسقيو اشجار مثمره، وما بين الاشجار المثمره كاين الربيع، وهذاك الربيع في بلاصه ما غادي يداويه تيحشو تيعطيه للبقر ولا تيعطيه للغنم. اذا هو استفد من السقا وناض الربيع، كتولي استفاده، ما كيوليش ربيع ضار وخصنا نعالجوه بالدواء ونعالجوه بهذا ولا نشريو ماكن ولا تنوليو تنستعملوه في التربيه ديال الماشيه. يعني كاين شي حاجه ديال السقي بالاضافه للمياه الافتراضيه والامطار. وهذه سي اون بيست ا كروزي، هذه واحد الطريقه اللي نقدروا نخمموا فيها شويه ونشوفوا شنو غادي. الا خدينا بالضبط هاد السنه الثالثه ودرنا عليها واحد الزوم، شنو تلقاو؟ كما قلت لكم الضيعه الاولى مياه مطريه ومياه افتراضيه، الضيعه الثانيه اقل، واحد التوازن بيناتهم، الضيعه الثالثه مياه السقي داخله بالاضافه للمياه الافتراضيه. علاش؟ حيت عنده الربيع ما بين الشجر كيستغل. نتائج اخرى، الانتاجيه الماليه للمياه فيما يخص الاشجار المثمره هي اعلى الانتاجيات اللي كاينه. يعني بحال الا اللي بغى يدير الفلوس راه كيمشي يدير الشجر، حيت كيصور فيها الفلوس كثر في المتر مكعب. الا مشينا تنشوفوا في الحسابات، ما بغيتش نعمر التقليد بزاف بالارقام، الاشجار المثمره هي اللي تنوصلوا بها ل 6 دراهم في المتر مكعب، 8 دراهم في المتر مكعب، 11 درهم في المتر مكعب. كنخص بالذكر حب الملوك، البرقوق، بوعويد، تفاح. الانتاجيه الماليه للمياه للمحاصيل البوريه مع الري التكميلي كانت مشجعه جدا. يعني قدرنا بالشعير وبالقمح وبالفرينه بالري التكميلي نوصلوا ل 3 دراهم للمتر كوب، الوغ كو في البور 0.1 درهم في المتر مربع مكعب. الانتاجيه الزراعيه للمياه فيما يخص الانتاج الحيواني، الحليب كيفوت اللحم. الزراعيه علاش؟ حيت الحليب راه اليوم كتحلب وغدا كتحلب وبعدو كتحلب العام كله تقريبا، ما عدا ديك الوقيته د الغرازه. يعني واحد الكميه كبيره ديال الحليب كتنتج في المتر مكعب. باغ كونطخ اللحم مده ديال التربيه قصيره، الميكانيزمات باش الحيوان تيترانسفورمي الكلاء والاعلاف اللحم معقد شويه اكثر. اي دونك ليفيكاسيتي عند الحيوان ماشي بحال عند اللحم، عند الحليب باردون. دونك الانتاجيه تقريبا كانت واحد نص كيلو د الحليب ولا حتى الكيلو ونص د الحليب، كيلو ولا اطرو تقريبا نفس الشيء في المتر مكعب. الوغ كو اللحم 0.3 غرام كاع ديال اللحم في المتر مكعب. بالنسبه للانتاجيه الماليه كتقلب القضيه، اللحم كيسوى الفلوس اكثر من الحليب. يعني
كنبيع اللحم كنجينيري 1 درهم و15 حتى 9 دراهم في المتر مكعب. الحليب ما كنفوتش 3 دراهم و80 في المتر مكعب الماء. واحد النتيجه اخرى هي ان اغلب المياه المستعمله لتربيه الماشيه هي مياه افتراضيه، يعني مع كامل الاسف ما عندناش منتوجات كلائيه علفيه منتجه داخليا محليا باش نلبيو الحاجيات ديال المواشي ديالنا. اي دونك كنستعملوا اغلبيه مياه افتراضيه. توصيات انطلاقا من هذا الشيء كامل اللي شفنا، شنو هما التوصيات اللي نقدروا نديروا فيما يخص هذه القضيه ديال ما عندناش منتجات داخليه؟ خصنا نوليو نفكروا في المدخلات الفلاحيه المنتجه داخليا ونقصوا ما امكن من المدخلات الفلاحيه المنتجه خارجيا. ملي كنقول داخليا وخارجيا يعني على صعيد ليكسبلواتاسيون الضيعه، ولكن حتى على صعيد المجال ولا المحلي ولا الاقليمي. نعطيكم واحد المثال يمكن مازال غادي نهضر عليه. في شي مناطق كاين مثلا واحد كيدير الشجر وبالنسبه له هو الشجر ما خصوش يربي الكسيبه، ما خصوش يربي الغنم، ما كيمشيش معاه، عقليته هكاك. ولكن كينوض ليه الربيع ما بين الشجر وخصو هذا يعني خصو دواء، خصو مدخلات فلاحيه كيسواو الثمن. وعنده جيرانو اللي كيربيو الكسيبه ما عندهمش الشجر وغايدير معاهم بحال ان كونطرا. غادي تجي انت غادي تحش ليا الربيع اللي وسط هذا، وكل به الكسيبه ديالك، انت كتوكل الكسيبه ديالك وانا كنتهنى من الربيع. يعني كنشجعوا واحد التبادل اما على صعيد الضيعه. حنا فين كنقولوا ربما تربيه الماشيه تقدر تكون كترفع من الانتاجيه بحيث انها كتنقص من التكلفه في شي امور وكتزيد مدخول. وإلا ما كانش ممكن هذا الشيء على صعيد الضيعه نقدروا نفكروا فيه على صعيد المنطقه، على صعيد واحد المجال، على صعيد المحلي، بشكل انه نقلصوا من الاعتماد ديالنا على المدخلات الفلاحيه الخارجيه. نفس تقريبا الشيء. النقطه الثانيه استغلال اكثر لكل الموارد الغير اعتياديه، زعما بركه من هذا الشيء ديال الشمندر والنخاله ولانسيلاج، وزعما نفكروا يمكن في شي امور غير اعتياديه اللي التكلفه ديالها تقدر تكون مناسبه واللي تقدر تكون كتأقلم وكتلائم مع المناخ والمعطيات المناخيه والتربه. فيما يخص مثلا المياه، مياه عادمه معالجه، واحد كيربي البقر وكيسيق وكيحلق وكينقي الماتيريال ديالو هذيك المياه كلها ما تصلحش للسقي من بعد واحد المعالجه بسيطه. حنا ما قلناش غادي يشربها لولادو، ولكن للري مثلا تقدر، علاش لا؟ تجميع مياه الامطار واحد المثال اللي انا صراحه تعجبني في هذه القضيه هذه. الاردن بلاد اللي كتشبه لينا شويه، يمكن هي عندها معطيات مناخيه اقصى شي شويه وما عندهاش يمكن هاد جبال الاطلس المتوسط وما عندهاش، ولكن مشات بعيد في هادشي ديال تجميع مياه الامطار. علاش حنا ما نمشيوش نديرو حتى حنا شويه ديال تجميع مياه الامطار؟ بالنسبه للكلاء ماشي بالضروره قلنا الكلاء هذاك الشيء الاعتيادي اللي حنا تنعرفوه، راه ماشي بالضروره باش ندير البقر الحليب خصني لانسيلاج وخصني الفوراج وخصني، نقدروا نديروا حوايج اخرين نفكروا فيهم. السيد اللي كيحش ما بين الشجر وتيعطي، هذه فكره مزيانه. بقايا زراعات، بطاطا منين تيحيد البطاطا هذاك الشيء كاع اللي تيبقى علاش ما غاديش ياكلوا منه؟ مخلفات صناعيه غذائيه محليه. البلاد هنا عندنا هادشي ديال الزيتون، هادشي ديال البرقوق، هادشي ديال هاد المخلفات هذه ما نقدروش نستغلوها بشي طريقه في التغذيه ديال الماشيه. المهم خصنا
خصنا نبدعوا شويه، خصنا نبدعوا، حيت هاد الحلول اللي كاينه دابا ما بقاتش حلول، ولات كتخلق لينا مشاكل. بحال الا خصني باش ندير البقر خصني معاه واحد المقادير، هذوك المقادير ما بقيناش قادين نديروهم دابا. نفكروا في حلول بديله. دراسه التبادلات الحاصله بين المكونين النباتي والحيواني، حيت راه كنقولوها وقراوها لينا وعاودناها، تكامل الغبار تينتجوا لينا الحيوان، تنديروه في التربه والتربه كتنتج لينا الكلاء تياكلوا الحيوان. ولكن هذا الشيء هذا شحال لي كونتيتي الكميات غيالمون، شحال ديال ليكونومي كندير انا منين كندير الغبار ديال البقر ديالي ولا ديال الغنم ديالي في البلاد وما كنمشيش نشريها لانغري. خصنا هاد الدراسات تدار وتشجيع اشكال متعدده للاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري ترجمتها صراحه بحال هكا، هي اللي كتسمى بالفرنسيه ليكونومي سيركولير. ليكونومي سيركولير، هاد ليكونومي سيركولير ولات دارجه على الموضه دابا في المجال العلمي، ولكن هي في الصراحه راه غير كنرجعوا لداكشي اللي كانوا جدودنا تيديروا قبل. اصلا الماشيه، تربيه الماشيه علاش جات باش تفالوريزي واحد السو برودوي اللي ما كنقدروش ناكلوه حنا. كنديروا الحبوب وما كنقدروش ناكلوا التبن، راه نربيو المواشي باش ياكلوا التبن، ومنين كنربيو المواشي كياكلوا التبن كننتجوا حنا الحليب، واحد المنتوج اللي ذو جوده عاليه وبروتينات حيوانيه، ولا كننتجوا اللحم. هذا هو الاصل. حنا بحال الا ديفيينا شويه على هذا الاصل، يعني نرجعوا شويه لهذه الامور، سواء كما قلت على مستوى الضيعه او على المستوى المجالي. توصيات اخرى: اعاده الاهميه وتشجيع الزراعات او المواشي ذات الاحتياجات الاقل. علاش بالضروره خصنا نديروا البقر الاولشتاين؟ علاش ما نقدروش نديروا شي حاجه اخرى؟ ولكن هنا غتقولوا لي وما دام وانا ما كرهتش، ولكن وما كنلقاوش كيتباع وما كاينش في السوق وكاين عوامل اخرى. الشركات الحليب جايه كتجمع الفلاحه كتقول لهم الاعانات غنعاونوكم، غتشري العجله غادي نعاونوك فيها، غادي تولي تخلص من الحليب، غادي بحال الا هو تيتشجع وتيدخل في داك الشيء، ومن بعد عاد كيلقى راسو راه ما عندوش باش يوكل هذيك البقره وما عندوش. ربما كون دار غير شي 5 د المعزات غادي يصور الحليب وما غاديش يتقاموا عليه بديك التكلفه. ولكن هنا كما قلنا كاين ارادات سياسيه واستراتيجيه خصها يمكن اعاده النظر. تاطير ومواكبه الفلاح حتى يتمكن من تحقيق مستويات مردوديه مرضيه مع مراعاه الاستدامه. انا عارفه بان الناس ديال الفلاحه كسوا الارشاد الفلاحي ولا المديريه الاقليميه ولا الناس ديال لي بروفيسيونيل كيحاولوا يديروا هاد لونكادرومون تاطير، ولكن تيبان ما كافيش. كما قلنا غير باش نشجعوا الناس يستثمروا في الفلاحه ونقولوا لهم غنعطيكم اعانات وغادي تشري وغتبدا تخلص من هذا، واخا، ولكن خاص معاه المواكبه. البقره ماشي غير كتاكل الكونسونطري الالاف المركزه وكتعطي الحليب، راه خصها الكلاء، خصها الاجترار، خصها الكوري كيفاش يكون، خصها تتبع الولادات، تتبع المسائل. وكاين هذه المساله مهمه ديال التتبع والتقياد والتسجيل. عندنا مشكل في الفلاحه في المغرب، الفلاح ما تيقيد حتى حاجه. ما عرفتش بحال الا زعما عيب ولا حنا الناس د الجود والكرم وعيننا كبيره لا، راه الوقت صعبت، راه كلشي كيسوى الثمن. خصني نقيد شحال ديال العلف، شحال ديال هادي، بشحال شريتو، ستوك عندي، شحال غيدي ليا، شحال د الوقت، امتى ولدات، امتى شدات، امتى درت الشوكه، امتى هادي، راه كاين شي مشكل الى غير ذلك، باش يكون تتبع، باش تكون واحد النجاعه. كما قلت لكم راه ماشي حيت عطيتها الكونسونطري المركز راه غادي تحلب، راه كاين اللي غتنقص في الحليب ماشي غتزيد. القيام بدراسات مماثله، هاد الدراسه بوحدها ما كافياش، ويمكن فيها بزاف ديال العيوب،
ويمكن ما شملاتش كلشي الامثله ديال كاع الضيعات، وخصها تدار هذا العام والعام الاخر والعام الاخر باش نبقاو كنسجلوا كل عام كيفاش تطورات الامور، واش نقصت هذه الكميه، واش زادت هذه الكميه، واش زاد الوعي، واش نقص الوعي، واش خصنا نبدلوا التقنيه، واش خصنا نزيدوا تقنيه اخرى. وماشي غير في هذه المنطقه، في مناطق مختلفه. الري التكميلي، الري التكميلي يقدر يكون حل. الى عندنا مياه جوفيه راه ماشي خصنا نعتمدوا عليها هي كاساس، راه خصها تكون غير كتكميل. حنا واحد الزراعات اللي كانت يمكن على باز بوريه رديناها اليوم مسقيه. الزيتون مسقي، علاش؟ الزيتون هو على باز بوري، نعطيه غير القياس. الا بغيت نعطيه شي وقت اللي حسيت بان الشتا تعطلات. نفس الشيء بالنسبه للزراعات الاخرى. هادو كانوا بعض من التوصيات وبعض من النتائج. دابا حنا فين وصلنا حاليا؟ النتائج ديال هذا البحث بعض الوحدين المهم قدمناهم في بعض المحافل في المغرب على صعيد العالمي، في تونس، في العيون، في بني ملال، في الرباط. وهذا كان فخر بالنسبه لي باش نهضر على المنطقه ونهضر على الفلاحه المنطقه في هذه المحافل، عن طريق يا اما تقديم هكا شفوي يعني تنهضر تنبريزونطي، اولا عن طريق دي بوستير اللي الناس كيجيو تيشوفوا النتائج ديال البحوث. دايوغ في تونس دينا لو بري ديال احسن تقديم بالنسبه للنتائج اللي توصلنا لهم. وحنا في صدد دابا نشر وكتابه بعض المقالات على الانتاجيه وعلى التكامل اللي كاين ما بين تربيه المواشي والزراعات. وواحد هو الاولاني على هاد القيمه الغذائيه ديال داك الربيع اللي كينوض بين الشجر، شحال كيجيب ديال الطاقه، شحال كيجيب ديال البروتينات، شحال كيجيب ديال لازوت، شحال كيجيب. هادشي هذا وحنا خدامين عليه وان شاء الله غادي تنشر عما قريب. في اخر هاد التقديم كنبغي نشكر بحراره الفلاحه كاملين اللي خدموا معايا، الفلاحه وعائلاتهم اللي استقبلوني ورحبوا بيا وعاونوني في هاد 3 سنوات. كنبغي نشكر اطر الفلاحه والاعوان اللي عاونوني حتى هما بلي كونتاكت ديالهم بالاستقبال الحار. كل مره كنبرزهم حتى هما بالمعلومات بالمعطيات، تساقطات الامطار ايتترا. كنبغي نشكر حتى الطلبه اللي خدموا معايا هنا في المنطقه، طلبه ديال مسلك الانتاج الحيواني في معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره. وكنبغي نشكر ليكاردا اللي مولات واحد القسط من هذه الدراسه هذه من سنه 2021 حتى سنه 2022. هادشي اللي كاين. كنشكركم بزاف. وإلا عندكم شي ملاحظه ولا عندكم شي تعليق ولا شي تعقيب ولا شي سؤال ولا شي حاجه مرحبا. وتاكاع الى من بعد احتاجيتوا اي حاجه في اي موضوع بان لكم بان هاد النتائج نقدروا نكومونيكيوهم للناس اخرين على صعيد اوسع، مرحبا. انا رهن الاشاره، نمرتي التليفون راها عندكم وكتعرفوني كاملين. وهادشي اللي كاين وشكرا لكم. ولكن ابنه فلاح، كنعيش مع الفلاحه وكنكونتاكتي الفلاحه. الاب ديالي تا هو فلاح في ايكسال دار، درت تجربه واحد العامين هربت بحالي. ها اللي قلنا خسرت جاي فلاح، خسرت فلوسي ومشيت بحالي، باعتبار ان الوالد كان عيا واحد المرحله معينه. بغيت ناخذ انا الشعله ديالو باش ما نعطيوش داك البلاد للناس وحدين اخرين. كانت تجربه فاشله كل مقاييس، مشيت بحالي. غير انا من الناحيه ديال الدراسه اللي درتها الساده، دراسه قيمه، زعما دراسه فيها سميتو. غير هو اللي جاني انا اللي كيبادر ليا الذهن ما محل من الاعراب داك الفلاح الصغير، داك مول بقيره ومعيزه وجوج نعاش حتى هو كاين في سميتو لا على مستوى التاطير ديالو
على مستوى المساعده ديالو باش نرفعوا عليه شويه ديال الاكراهات، لان كاين اكراه ان واحد اللي عنده بقره مثلا كيشريها بواحد الثمن، ربما كيخدم مع الناس او لا كذا وهذا، يشري ديك البقيره كيجيبها للدار، ما كيلقاوش اللي يساعدو كيفاش يربي ديك البقره، كيفاش يتعامل معاها، كيفاش يردها واحد آلة إنتاج كينتج منها، بحيث أنه ربما يتعامل. وداير هو كيكون عندهم ثقافة، كيكون عندهم الثقافة ديال اللي كان أخشر ليها هو داك الاكتفاء الذاتي، وإلى حلب ديك البقيرة وشرب الحليب وكذا مع وليداته ويعطي شويه للجيران اللي ما عندوش ديك الثقافه ديال الانتاجيه، انه يطور الانتاج ديالو، ان ديك البقره واحد الوقت غتولي جوج بقرات وواحد الوقت غتولد لا ما عندوش هادشي هذا. اذا هادشي كيخص الناس ديال الدومين، الناس ديال الفلاحه بالخصوص، المسؤولين القيمين بحال هاد على هاد الدراسات هادو، يكون داك التتبع، وداك التتبع يكون تاطير داك الناس هادو باش نخرجوا من داك الوضعيه الثقافيه اللي كيامنوا انه